النهارده هنعمل سبانخ. هاتي السبانخ نضفيها من اي ورقه صفراء، اي عفش، اي حاجه، واغسليها. قطعي العروق بتاعتها الاول واغسليها، حطها في الميه ونقعها شويه، حطي عليها شويه خل وسيبيها. وبرده في الكزبره، هات شويه كزبره وعود شبت معاها ونقعها برده مع السبانخ، لان هنقطع شويه كزبره مع السبانخ بتديها طعم حلو وريحه حلو. عندك السبانخ دي عايزة تحط لها فريك، بل الفريك من قبله، وبعد ما تخلصيها خالص تضربها في الهاند بلندر او في الخلاط. تحط لها شوية الفريك يستووا معاها في الاخر. معايا السبانخ مية مغلية، هحطها فيها هي والكزبرة والعود الشبت وبصلاية، هقطعها واحطها. مش هحط طماطم، مش هحط توم. عايزة تحط فص توم معاها لو انت بتحبي التوم، حطي لها فص توم. ضربتها في الخلاط، وبعد كده حطيت شوية زيت وملح وشوية كزبرة ناشفة. عايزة تحط لها الفريك زي ما قلنا حطي. شوية رز زي ما كنا بنعمل الحميد أيام زمان كده حطي. أنا عاملاها بطريقة ما كنا بنعملها زمان زي الحميد، مش انك انت تقطعي السبانخ بس وتسيبها كده ورقية زي ما هي كده، يعني تبقى ورق زي ما هي كده وتاكلي بيها، لا ما بتبقاش حلو. هي طريقتها كده زي ما حضراتكم شايفين، تاكلي بها العيش. عايزه تاكلي بها رز تاكلي بها رز. شكلها حلو وطعمها حلو وريحتها حلوه وسهله وما خدتش اي وقت. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.